ساو ايست اس 06 عربية مهمة جدا نزلت مؤخرا، وهي الأخت الشقيقة لعربيات جيتور ومجموعة شيفي بالكامل، ونفس البلاتفورم بتاع الداشنج، لكن جاية من وجهة نظري بشكل جمالي أكتر. عربية كمان اتسعرت حلو قوي وعملت ضجة، ويمكن نزلت أسعار إخواتها كانت السبب في ده. معاها أفضل عرض صيانة وضمان مليون كيلو متر أو 10 سنين. عربية أداء حلو، أنا سافرت بيها الساحل كمان عشان أعرف أقيمها، ودي أول تجربة حصرية ليها. ثبات كويس، البادي رول موجود لكن مش محسوس قوي، الهاندلنج حلو قوي، ويمكن بقول لك في الانترو بتاع العربية دي شوية حاجات علشان أشوقك تعرف هل في عيوب ولا مفيش. خليك مكمل وهقول لك كل حاجة عن العربية دي. سو ايست اس 06 العربية اللي معايا بقالها دلوقتي 10 أيام، وكمان سافرت بيها الساحل. شركة مشكورين بعتوها لي على الساحل لما عرفوا ان انا كنت بحضر حفل كيا، وانا رجعت بيها. فكانت تجربة مفيدة، بخصوصا انك تاخدها في طريق سفر، وانك تبص على العربية عاملة ايه وانت ماشي على سرعات مختلفة وانت محمل وشايل والكلام ده كله شنط، فتعرف تحكم عليها كويس وتسوقها مسافة طويلة كمان. العربية دي سو ايست يمكن كنت بشرتكم بيها اول واحد من حوالي سنة وشهرين، قلت انها انتقل البراند الى شركة جديدة وشركة ليها اسم في السوق. يعني توكيلها القديم تنازل عنها للشركة الجديدة لانه خد وكالة جديدة كبيرة برضه، وكالة قوية اللي هي وكالة كاي، فتنازل عنها لانه ما كانش ينفع يجمع علامتين من شركه واحده او مسؤول عنهم شركه واحده، الا وهي شيفي. وراحت سو ايست او سو ايست زي ما هم يعني الصينيين عايزيننا ننطقها، سو ايست، وهو ده النطق الصح، لكنها تنطق في الخليج وفي كل حته وكتابه سو ايست، فانا انطقها زي ما انت عايز، بس سو ايست هو النطق الصح طبقا للي قالوه لنا الصينيين يعني. فالعربية دي انتقلت الوكالة لمجموعة منصور، أحد الشركات المنبثقة عن مجموعة منصور، المجموعة العملاقة في صناعة السيارات في مصر، وكمان بيعها وخدمات ما بعد بيعها. راحت سو ايست ليهم. سو ايست اتغيرت تماما. كانت زمان الشركة القديمة اللي بتاخد مواتير من ميتسوبيشي، وكانت ميتسوبيشي مستحوذة على حوالي 30% منها، ولكن للأسف كانت بتديهم المواتير والبلوكات القديمة بتاعتها اللي كانت بتمد بيها الصينيين تمام. فكانت مواتير سفافة للبنزين قوي، ويمكن استجابتها مقبولة معقولة يعني على نواقل حركة سي في تي كثير الأحيان يعني، فكان الأداء مقبول كويس على قد أسعارها زمان. لكن الآن بقت مسؤولة عنها شركة شيفي، وشركة شيفي استحوذت عليها، وتعتبر الشركة دي بتقدم عربيات نسخ أحدث أو مطورة شوية من عربيات جي تور. هتلاقي نفس البلاتفورم ونفس القصة، ولكن أشكال أكثر استصاغة للعين كده، مع تطويرات وشوية دلع واهتمام من مجموعة شيفي بالعربيات السو ايست، علشان البراند يعاد احيائه مره اخرى تحت الامبريلا بتاعه شيفي، ويبقى مميز، او شويه شويه كده يدي كتفه ويحل محل جيتور في شويه، انا بكشف لك ده وبقول لك اهو يعني، ويحل محل جيتور في شويه عربيات بعيد عن مجموعه تي، شويه عربيات مهمه، الاكس 70 بلس والاكس 90 بلس والداشنج وجيتور اكس 50 كمان اللي هي جايه لنا هنا الاس 05. معايا اهم عربيه في عربيات سو ايست لاني بشوفها اجملهم الصراحه. عربيات تصميمها حلوه قوي قوي، والتصاميم دي وجهات نظر، بس انا شايف العربيه، ويمكن قلت لكم اول ما خدتها حصري العربيه دي، قلت لكم ان العربيه دي شبه الاورس كده من قدام، فتحس انها يعني شويه دلع كده يعني، بغض النظر طبعا مفيش مقارنه اكيد، لكن العربيه تحسها اورس من قدام، وكمان متدلعه عن اختها الداشنج من ورا بالليد بار الجميل اللي بيميز السيارات الصينيه كلها، واللي بيحسسك من بعيد ان العربيات دي وهي ماشيه دي بورشه كاين ولا ايه، خصوصا ان هم بقوا يعملوا العربيات دي ضخمه شويه، ضخمه الحجم شويه. فالليد بار بالنسبه لي اجمل كتير قوي من الفوانيس الاحاديه بتاعه الجيتور الداشنج. العربيه دي بقى مضمونها الفني ايه؟ بتيجي بموتورين، الموتور ال 1500 ال 156 حصان و230 نيوتن متر عزم، وفتيس دول كلاتش 6 سرعات. دول اول فئتين اللي هي بتبتدي اعتقد من 1,149,000 اعتقد اول فئه، ثم تتدرج حتى تصل للفئه اللي معايا الاهم
ال 1600 الكامله اللي فيها كل حاجه، النسخه البريميوم بتاعتهم او الفلاج شيب بتاعتهم اللي فيها كل حاجه باعلى موتور في مجموعه شيري، ال 1600 ال 197 حصان و290 نيوتن متر عزم مع فتيس دول كلاتش 7 سرعات والتبريد زيت. برضه الفتيس الاولاني تبريد زيت ولكن 6 سرعات، الفتيس ده 7 سرعات. فاستجابه العربيه واريحتها شويه مع الموتور ده قويه. ما اقدرش اقول ان استهلاك البنزين فادح مع العربيه، حط في حساباتك الوزن، وزن العربيه دي كويس مش وحش، ومش زي اخواتها ال7 سيتس، يعني البلاتفورم كويس. وما اقدرش اقول كمان ان استهلاكها اقتصادي، لا، هتشوف منها 8 لتر و8.5 لتر وانت مثبت سرعه على طريق سفر، وهتشوف منها بالحرق والمشي جوه البلد هتشوف 11.5 وممكن تسمع في 12 احيانا. مش فادحه قوي ومش كارثيه قوي، وده يرجع لنمط سواقتك. ما نقدرش نقول انها الاسوأ في مجموعه شيري في استهلاك البنزين. اعتقد الاسوأ هي التي 2، يعني اعتقد هذا يعني من تجربتي قبل كده، لكن العربيه دي مش الاسوأ يعني. تمام. فلما نيجي نتكلم عن الاداء وعن الريسبونس، لا، الموتور ده عافي واستجابته حلوه ولطيف جدا، ولكن في العيب الشهير بتاع النقل الحركه الدول كلاتش الويت. طوروهم قوي نواقل الحركه الدول كلاتش الويت، ولكن برضو لسه فيها سنه اللاج او عدم الفهم مع الدوسه. وبعدين اول ما تلقط وتستجيب العربيه الاول يعني تحس انها بتعافر كده الاول، ومش الفتيس والعربيه مش فاهمين بعض الموتور، ولكن بعد كده لما بتفهم لا الاستجابه حلوه، وتلاقي اكسلريشن العربيه دي لما جربته في حوالي 9 ثواني ونص النسخه ال 1600 دي، فده رقم كويس قوي، رقم ممتاز واستجابه ممتازه. مستوى عزل العربيه جيد جدا، مش وحش خالص، لان خامات العربيه متميزه الصراحه. ومستوى الامان في النسخه اللي معايا دي ممتاز. العربيه لسه اختها السويست للزيرو 9 معديه قدامي، هتنجح اكيد. مفيش عربيات لمنصور او لمجموعه منصور، قلما تجد عربيات ليهم فشلت، هتنجح، خصوصا ان هم مهتمين بيها قوي وفتحوا شورومز قويه جدا، ولسه عاملين حاجات هقول لك عليها في الريفيو. فاستجابه العربيه ومستوى العزل بتاعها كويسين جدا جدا جدا، اللي هي مجموعه شيري الشهيره. ولكن العربيه دي مميزه بخامات حلوه، مدلعين سوق ايست هم يعني. فهتلاقي عزل العربيه الهوائي جيد جدا حتى 120، وده مقبول. من فوق كده هتبتدي تسمع صوت الهواء شويه، وعزل كمان صوت الموتور كويس جدا جدا جدا. العربيه مريحه، والعزل الارضي حلو. العزل الارضي في العربيه دي مش سيء خالص، العزل الارضي بتاع العربيه دي كويس جدا يعني. فعايز اقول لك ان يعني اول ان اول كده زي ما بيتقال، العربيه دي ادائها كويس وعزلها كويسين جدا. مستوى الامان بقى في العربيه دي نرجع له تاني، مجموعه الاداس موجوده كامله، حدث ولا حرج، مع البلايند سبوت، مع تحزيم الاصطدام الخلفي والامامي، ومع كمان اللين كيب اسيست والادابتيف كروز كنترول، مثبت السرعه الذكي. مش ناسيين حاجه في العربيه دي، عدد الايرباجات الكامله. العربيه ما فيهاش حاجه ناقصه يعني. فامان في العربيه اللي ب 1,384,000 اللي معايا دي، بسعرها الممتاز ده على حجمها ده، امان ممتاز الصراحه. لم يتوانوا عن اي حاجه في العربيه دي، بل بالعكس العربيه دي امانها افضل من اختها الاس 09 الفلاج شيب بتاعتهم، لان مجموعه الاداس للاسف مش موجوده هناك يعني. فامان العربيه دي متميز جدا جدا جدا. لما نيجي نتكلم بقى عن باكج الاوبشن، هتلاقيها حلوه قوي ودلوعه قوي. كل حاجه انت ممكن تتخيلها، حتى الاوامر الصوتيه يعني هاي سو ايست، اوبن ماي ويندو، استجابه ممتازه يعني. وبص كمان انا حبيت اعملها معاك لايف كده وباللغه العربيه. مرحبا سو ايست، تفضل، قم بفتح الزجاج. حسنا. يعني الموضوع لطيف جدا، شويه دلع منهم كده كمان، اوامر بالعربي، اوامر صوتيه او فويس كوماندز بالعربي، بيقبل بكل اللغات. الموضوع ممتاز الصراحه يعني. خلاص بقى اخلع بقى. تمام. فالعربيه كمان فيها فتحه سقف بانوراما كبيره جدا بتفتح، المساحات فيها ورا ممتازه ومفيش نفق فتيس، يعني الموضوع لطيف جدا. كمان التحكم في التكييف الخلفي، يعني ما شاحن وايرلس 50 واط مع مروحه تبريد، امبيانت لايت، الوان مختلفه، وتعمل اللي انت عايزه براحتك. بس للاسف مش متصل في الصف الثاني، الصف الامامي بس، والداشبورد. ساوند سيستم من سوني، وعلق هنا مش عاجبني يعني، ما انا اتصدمت فيه الصراحه، صوته واطي. ما اعرفش عيب العربيه اللي معايا ولا ايه. هحاول اجيب تحديث من التوكيل وانا بسلمها لهم،
هحاول اجيب تحديث وافهم الساوند سيستم صوته واطي ليه كده، مش عاجبني. انا اتصدمت في الساوند سيستم السوني اللي هنا بصراحه صوته واطي، ما اعرفش عيب العربيه اللي معايا او فيها مشكله ولا ايه الصراحه، لكن هحاول اجيب منهم تحديث وابقى اقول لكم على ده عيب في الساوند سيستم ولا في العربيه اللي معايا. طيب العربيه زي ما قلت لك كده كامله، مش ناقصه اي حاجه. الكرسيين الكهرباء، تبريد في الكراسي وده ممتاز جدا في الكرسيين. الشنطه الكهرباء اللي مساحتها ممتازه 486 لتر. كمان مستوى الجلوس الخلفي زي ما قلت لك، فرش الجلد اللي معمول حلو قوي، ستيتشنج احمر في العربيه اللي معايا دي، وفي الوان تانية زي الجملي يعني ممتازه. كنت شفت العربيه اللون الاسود في الجملي، الليد بار الخلفي والاضاءات الليد اللي قدام بالكامل. يعني العربيه بصراحه مش ناقصها اي حاجه. اندرويد اوتو، ابل كار بلاي وايرلس، يعني ثلاجه في النص. انا مش شايف في الاوبشن الصراحه اي حاجه بسعر 1,384,000 ممتازه وفاليو فور ماني رهيب. وبشوف العربيه دي هقول لك بصراحه يمكن ده يزعل التوكيل مني، بشوف الفئه دي الاكثر قيمه مقابل سعر. ما بحبش الموتور ال 1500 الصراحه، وما بحبوش على عربيه زي دي. لكن انا شايف الفئه الاعلى دي ال 1600 اللي ب 1,384,000 ممتازه الكامله زي دي، بالحجم والمساحات دي والبنفيتس اللي بتديها لك دي، وسائل الامان دي متميزه، وعربيه مش جديده على السوق، متجرب تماما نقل الحركه اللي هنا، ويعني مهروس في عربيات شيري كلها، ومتجرب الموتور ده ومعروف. ويمكن مش هيبقى اسوأ اداء لان حجم العربيه دي مش اضخم حجم بينزل عليه الموتور ده. لسه في الاخوات الكبار التيجو 8 برو والاس 09 والاكس 90 بلس والجي تور التي 2، يعني هو موتور مش نفس الموتور 1500 ولكنه شبيه في الارقام اللي بينزل في التي 2، فكلهم ادائهم هيبقى اقل من العربيه دي. فيعني عايز اقول لك ان العربيه متميزه بشكلها وما تقدم، ولكن العيوب اللي انا اكتشفتها الساوند سيستم عجيب جدا جدا، مش متناسب تماما مع اسم سوني، ومش شايف حاجه تانية الصراحه. شايف العربيه دي قيمه مقابل سعر، انا يعني مبسوط منه، ومش بحبذ النسختين الاولانيين عشان اكون صريح معاك. وانا بقول لك يمكن ده يزعل التوكيل، لا ما تروحش بسبب الفروق البسيطه دي تشتريها موتور 1500 ومنقوصه بعض الامان زي الاداس اللي انا يهمني فيه البلايند سبوت وحاجات مهمه زي الادابتيف كروز كنترول، وتجيب الموتور الاقل اداء اللي هيبقى استهلاكه للبنزين كمان اعلى من كده، وهيبقى فادح شويه اعتقد يعني. فانا دي تعليقاتي عليها. منصور كمان بيقدم، او مان ايست، شركه مان ايست وكيلها بيقدموا ضمان 10 سنين او 1,000,000 كيلو متر على الموتور، ولكن احذر للمالك الاول فقط، يعني ده لا يورث او لا ينتقل. تمام. وكمان بيقدموا صيانات مجانيه 4 سنين او 60,000 كيلو، في خبطه جامده جدا جدا. ومجانيه يعني مجانيه بالكامل، لا فلاتر ولا زيوت ولا مصنعيات، كله مدفوع. هتدخل وتخرج جيبك مليان، هتخرج جيبك مليان برضه، مش هتدفع حاجه. وده ممتاز بسعر، والتوليفه هتنجح لانها مع وكيل قوي، والعربيه مواصفاتها حلوه، وتجربتي ليها كانت لذيذه قوي. وحابب اقول حاجه تانية، معرفش ليه العربيه دي فيها تكييف ممتاز عن بقيه مجموعه شيري، هي واختها الكايي فيهم تكييفات حلوه، معرفش ليه تكييفاتهم افضل. مش عارف هل في تعديل في حاجه، او هل ده جيل من الاجيال الجديده من الكمبريسورز اللي بتحط في تكييفات شيري، هنشوفه بعد كده، مش عارف. فحبيت اقول لكم ده. شكرا. وكان معاكم محمود خيري في تقييم كامل لسوق ايست اس 06، العربيه الاجمل وسط عربيات سوق ايست، وان شاء الله نجرب بقيه العربيات ونحطها في مصاف التقييم. شكرا.